البكتيريا بداية النواة مخلوقات حية تعيش في جميع البيئات. الرابط مع الحياة: ترى ما الذي يجمع بين اللبن والجبن والتهاب الحنجرة؟ تشترك بعض الأغذية وبعض الأمراض في أن كل منها ينتج عن مخلوقات مجرية تسمى بكتيريا. تنوع بدائية النواة: تعدد بدائيات النواة وحيدة الخلية أكثر من المخلوقات عددا على الأرض، حيث توجد في أعماق المحيطات وفي الهواء في أعالي الجبال. وبعض البدائيات النواة تعد المخلوقات الحية الوحدة القدرة على العيش في البيئات القاسية. ومن مياه الينبع الينابع البكتيرية الحياة أو البحريات المحلية. وكلمة بدائية النواة مشتقة من كلمة يونانية تعني ما قبل النواة. وصنفت جميع البدائيات النواة سابقا في مملكة واحدة بناء على خصائصها العامة. فخلايا البدائية النواة ليس لها نواة ولا تحتوي على عضيات محاطة بغاشية، بل لديها منطقة متخصصة في الخلية تحتوي على DNA. أما اليوم فتثبت الفحوصات الحديثة وجد العديدين من الاختلافات بين الأفراد البدائية النواة، لذلك فهذا صنفت في فوق مملكتين هما فوق مملكة البكتيريا وفوق مملكة البدائيات. والبكتيريا والتي كانت تسمى البكتيريا الحقيقة مخلوقات حية مجهرية بدائية النواة تتبع فوق مملكة البكتيريا وتعيش في البيئات كلها على الأرض تقريبا، وهي مهمة جدا في جسم الإنسان وفي إنتاج الغذاء، وهي الصناعة والبيئة. أما البدائيات فتعيش في البيئات القاسية وتسمى أحيانا المحبة للظروف القاسية. وتتشابه البدائيات مع الخلايا الحقيقية النواة في بعض الخصائص، منها بروتينات السيبلوزان والهستونات. بين الشكل 3:1 مخلوقات حية لفوق المملكتين.